بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه كان ظاهرة متميزة. من جمال صوته ومن عذوبته وطراوته كان يجذب القلوب إليه. ارتفع معدل مبيعات الراديوهات، جهاز الراديو، بدخول الشيخ عبد الباسط الإذاعة. حنجرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قلما يجود الزمان مثلها. كنت محب للقرآن وكنت أتمنى على الله أن أكون قارئا مشهورا. أنا طبعا يعني كنت محب للقرآن جدا، وحفظت القرآن وأنا في سن 10 سنين تقريبا في قريتي اللي هي الآن مدينة أرمنت. اقرأ يا عبد الباسط أول والشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. كان الناس ما يعرفوش أرمنت. ايه أرمنت دي؟ أرمنت دي فين؟ يقولوا أرمنت دي بلد الحاج عبد الباسط. فكان طبعا الواحد يعني ينبسط ميه، مع انه طبعا علاقتي ده زي ده دين ودين آخر، لكن حاجة تفرحني. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تعلمت علم القرآن والقراءات في قرية أصفون المطعنة التابعة لمركز إثنا، وهي بجوارنا تقريبا. كان في الفترة دي يعني بيحكي لي الوالد إنه ما فيش راديو في البلد. كنت أستمع إلى المرحوم الشيخ رفعت في مقهى في أرمنت تبعد عننا حوالي 3 كيلو متر، لأنه كانت الراديوهات قليلة وكانت المقهى الوحيد اللي فيها راديو. فكان يذهب كل يوم يسمع الشيخ محمد رفعت على الهواء مباشرة. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بعد ما فرغ الشيخ عبد الباسط واخذ الشهاده، شهاده القراءات السبع او القراءات العشر، اصبح الشيخ عبد الباسط في صعيد مصر كلها على مستوى محافظه جنة في البدايه تعرف من هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كان بداية شهرته في السيدة زينب. لما كان ذهب للقاهرة كان دايما يذهب كل سنة في مولد السيدة زينب ومولد سيدنا الحسين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة يا رسول الله. ابو صلي على
على سيدنا النبي. اشربوا وصلوا على سيدنا النبي. الصلاة والسلام عليك. في ليلة من الليالي كانت الإذاعة عاملة زي ما تقول احتفال ديني، وكان مذاع من ستي وأمي السيدة زينب والدتي، لأن أنا دلوقتي القارئ بتاعها بقاله 20 سنة، بقالي 20 سنة. أتى إليه إمام المسجد وقال له: أنا استمعت إليك يا شيخ عبد الباسط في إحدى المناسبات الدينية، وعايزك تقرأ لنا ولو 10 دقائق على سبيل البركة في مولد السيدة زينب. هو اللي أحيا هذه الليلة، وكان موفقا جدا جدا جدا، فالناس يعني أقول لك كانت بتصرخ وبيقرأ. أيها المستمعون الكرام، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بهر الناس بهذا الصوت العجيب جدا الذي يسمعون طريقته في التلاوة لأول مرة، وكان لون جديد، يعني أول مرة يستمعوا إلى شاب يقرأ القرآن الكريم بهذه الطريقة، فشدهم هذا الصوت، وكلهم كانوا يتساءلون من هذا الفتى الذي يقرأ القرآن الكريم في وسط العمالقة. ثم أفاض الله عليه ما أفاض، فيعني حمله الشيخ الضباع حملا على أن يدخل الإذاعة. فعلا أراد الله والتحقت بالإذاعة في سنة 51 وبدأت الشهرة تبدأ من 51. كان يمكن عندي تقريبا 19 سنة أو 20 سنة، حتى كنت مقيم في فندق من الفنادق بجوار السيدة زينب رضي الله عنها، لأن كانت السيدة زينب هي بداية يعني شهرتي، ثم انتقلت إلى شقة بجوار في مواجهة المسجد مباشرة برضه. وأول تسجيلات سجلتها في جدة في إذاعة المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد أحد الأقطاب الخمسة الذين يمثلون في مدرسة التلاوة أصابع الكف المباركة، لتمثل في تلاوة القرآن الكريم مدرسة متميزة. الشيخ محمود علي البنا، ميزان القرآن الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ مصطفى اسماعيل سلطان القراء، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد صوت مكة، الشيخ الخامس والجليل لهذه المدرسة الكريمة الشيخ محمد صديق المنشاوي، نهر القرآن في النداوة والطلاوة. ثبت وجوده في وسط هذه العمالقة وفي وسط هذه الكوكبة من قراء القرآن الكريم، لدرجة أن الإذاعة حددت له يوم يقرأ فيه من كل أسبوع، وهو يوم السبت الساعة 8 مساء. وكان أهل البلد عندنا في محافظة قنا وفي مدينة أرمنت في غاية السعادة، وهم يعني يتجمعون كل يوم سبت بجوار الراديو ويستمعوا إلى القرآن الكريم بصوت ابن بلدهم وقريبهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وأنا كنت أسمع له برضه، كان يوم السبت من صوته الذهبي، كنت أسمع له فعلا يوم السبت في القرآن من 8 ل 8:30 كان الإذاعة دايما تجيب القرآن بتاعه الحاج عباس. كانت أمه والدته عليها رحمة الله كانت تجيب البخور يوم السبت وتبخر الراديو عشان ايه ما حدش يحسده. أرأيت إن كذب وتولى
واستقريت في القاهرة، ومنها بقى يعني بدأت الدعوات تقبل علينا من البلاد العربية والبلاد الإسلامية. بعد الشيخ عبد الباسط ما تعدى ال 25 ما كانش يقعد في جمهورية مصر العربية، كان يعار إلى الدول العربية. سافرت إلى دمشق سوريا، أحييت رمضان في المسجد الأموي الكبير هناك، وتنقلت بين حلب واللاذقية وحما وطرطوس وبني ياسر، العواصم الكبيرة. ثم دعيت في بيروت، وحصلت على أوسمة وناشين من سوريا ومن لبنان. ثم دعيت بعد ذلك إلى الأردن، وأحييت رمضانين بالمسجد الأقصى قبل الاستيلاء عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. على مستوى العالم كله شرقا وغربا، كل بلد في العالم قرأ فيها. أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، كندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، ما خلاش بلد في العالم ما قرأ فيها. الشيخ رحمه الله رحمة واسعة كان يقرأ القرآن بقلبه، نحس ذلك لو أننا استمعنا إليه. فإذا صور لنا الجنة نجد الصوت مبتهجا فرحا كأنه دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، فسعد بذلك وأراد أن يشرك الناس في هذه السعادة. من جمال صوته ومن عذوبته وطراوته كان يجذب القلوب إليه ويجذب الأذهان، والإنسان يركز معه في القراءة تركيزا كاملا من أول ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يقول صدق الله العظيم الفاتحة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. 3 عناصر لابد أن تتوافر في القارئ المجيد. إيه هما؟ النص بحكمه، الصوت الحسن، النغم. وإذا قلنا الصوت الحسن لابد أن يكون هذا الصوت مثقفا ثقافة صوتية، أي لابد أن يعلم علم المقامات النغمية. ما هي الأصوات نفسها أصوات موسيقية، ومع كثرة السمع الإنسان يحب يسمع قراء كثيرين، ويحب يسمع أغاني كثيرة، ويحب يسمع موسيقى. فالموسيقى دي طبعا بتعمل تطورات عند الإنسان، وبعدين نفس التلاوة فيها طبعا بياتي، وفيها نهاوند، وفيها صبا، وفيها حجاز كار، ففيها تلوين. كان الوالد رحمة الله عليه في زيارة إلى إحياء ذكرى مولد سيدي عبد الرحيم القنائي في محافظة قنا، فاتصل به السفير المغربي وقال له جلالة الملك الحسن الثاني يعني يدعوك لأمر هام. فعاد إلى القاهرة وعلم أنه هو طالب منه أنه يسجل القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني، وهي القراءة التي يقرؤون بها أهل المغرب. فيعني قال للسفير طب ده الوقت ضيق، احنا دلوقتي فاضل 15 يوم على شهر رمضان، وانا معتاد اسافر خارج القاهره في شهر رمضان. قال له معلش احنا نبدا ونتوكل على الله وربنا يعيننا يعني على ختم القران الكريم. وروايه ورش دي روايه طويله يعني تحتاج مدود طويله،
فكان يعني الوالد يعني وجد مشقة، وكان يقرأ حوالي جزء في الصباح وجزء في المساء، وأتم القرآن الكريم في حوالي 15 يوم أو 20 يوم. هو يتمتع بحوالي 2 أكتاف ونص، وبلغة الموسيقى الأكتاف عبارة عن 8 درجات. كان بيبدأ من درجة الفا اللي هي دي يوصل لغاية اللا حوالي 2.5 أكتاف على البيانو. يعني لو حسبناها كده ادي 8 و8 16 16 و2 18 وساعات يبقى 19. كان لما يجي يقرا من اي مقام كان بيروح مرجع النغمه في الغليظ شويه عشان يوفر النغمه في الجوابات، يوم يقدر يعني يقرا مستريح. الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن بعد كده فوجئنا ان هو انتقل للجوابات. ده يورينا ازاي هو كان بينطلق من المنطقة الوسطى للجوابات بسهولة ويسر مع قمة الحوار بين المنطقتين. هو من النوع الذهب الذي كلما استخدم انطلق وانطلق، ولذلك كانت تلاواته في المحافل لا تقل عن 1.5 ساعة. كان برضو بيأتي بنغمات يعني جديدة على المستمع، فلاقت هذه النغمات استجابة واستحسان من الجمهور، خاصة لما كان بيقسم القسم: وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. الشيخ لما كان يجي في الفترة دي كان طبعا يجي وهموم البلد معاه، يعني يجي كل مشاكل البلد كانت تعرض عليه في الفترة دي. الشيخ عبد الباسط كان فيه حتة فعل الخير، يعني أنا كنت ألمس فيه الحتة دي، بس كان من الناس اللي يعني لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.
يعني كنت أعرف أنه بيحضر ليالي، يعني مثلا القارئ ممكن ياخد آلاف الجنيهات، هو ممكن يقرأ ليلة ما ياخدش فيها حاجة. تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. قراء القرآن الكريم ما كانش ليهم نقابة ولا كان ليهم يعني جمعية تكفلهم، خاصة في بعض القراء مش مشهورين وما كانش في معاش ثابت ليهم. قال لي يا أبو العنين ما تيجي نعمل نقابة زينا زي المهن الأخرى، زي الأطباء وزي المهندسين وزي كذا وكذا. قلت له زي بعض، وتكاتفنا وكلنا قلنا النقيب هو عبد الباسط بالإجماع. كان مدرسة مستقلة بذاتها يحتذى بها. تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. المدرسة الباسطية بدأت يعني من زمان، كان الشيخ عبد الباسط عايش وكان في ناس بيقلدوه وهو عايش، فطبعا أول ما زادت أعداد الناس دي اللي بيقلدوه عملنا مدرسة للشيخ عبد الباسط، هو عميد المدرسة. إنه كان عبدا شكورا. الشيخ عبد الباسط كان لما بيقول جواب كان بينزل على طبقة القرار ويغير للجواب التاني اللي هيغيره، يعني هيدخل حجازة هيدخل جركة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. حينما قرأ القرآن الكريم ناس كثيرة أسلمت على صوته، مجرد سماع صوت القرآن الكريم من الشيخ عبد الباسط أسلمت. من فضل الله، لأن أنا طبعا سافرت بلاد كثيرة جدا، في البلاد العربية والبلاد الإسلامية والإفريقية والأوروبية وأمريكا، رحت 14 ولاية في أمريكا، حتى إني أنا سافرت جنوب أفريقيا، ما حدش دخلها جنوب أفريقيا دي أبدا. كان أول قارئ للقرآن الكريم يدخل جنوب أفريقيا عام 1966. ماليزيا تحب القرآن ويحب تلاوة القرآن في البيت وفي المساجد. الناس يحبون القرآن من الشيخ عبد الباسط، لا يوجد أحد في العالم كصوته يعني. J'ai connu Abdel Bassit Abdel Samad quand je suis rentrée en islam. Avant, je ne le connaissais pas et je me suis convertie à la mosquée Al-Azhar en Égypte. Et ça a été la première lecture du Coran que j'ai pu faire, c'est avec Abdel Bassit Abdel Samad. Depuis, je crois qu'une fois qu'on a connu comme première lecture celle de Abdel Bassit Abdel Samad, on a beaucoup de mal à passer à d'autres lectures. Abdel Bassit is famous all over the world. He has taken the Quran to Pakistan, to London, to Malaysia, all over the world. He's famous all over the world. And I think he has inspired a lot of people to come into reciting the Quran the way it should be recited. توفى تقريبا يوم الأربعاء، موافق يوم 30 تقريبا، وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة يوم 30 تقريبا 11. فطبعا انا على اتصال بيهم، لكن ما حضرتش الجنازه، كنت على اتصال بيهم من الامارات يعني. وكان خبر أليم، وبعدين جابوا عنه في الاذاعه وجابوا عنه في الرواد وجابوا عنه في التلفزيون وصلوا عليه صلاه الغائب. يعني انا كنت في احدى المساجد في الامارات
وفجأة لقيت الإمام بتاع الإمارات بيقول والله توفى عالم جليل وقارئ وصوت من السماء فهنصلي عليه صلاة الغائب. فجأة أنا كنت طبعا أنا عارف إنه توفى، لكن هم كده وحدهم فصلوا صلاة الغائب عليه وأنا في الإمارات.